حمسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أذكاركم. اليوم راح نسوي عمل فني التوزيعات العيد مع موتكم. نسوي إن شاء الله توزيعات عيد وحركات وقعد. يلا نبدأ. طبعا أول شيء الأدوات مارشميلو، نسيت اسمه، بعد مارشميلو وكيس زي كذا شفاف، يعني يمكن يوضحكم يمكن لا. أول شيء ناخذ المارشميلو ندخله بالكيس. بما ان هذا عيديات توزيعات العيد الأضحى، عشان كذا بنرسم رسمة خروف نعلقها هنا، نكتب كل عام وانتم بخير او عيد سعيد او اي شيء. طبعا هذا راس الخروف. لا تدققون على الشعر عليكم يضحك صح، بس حاولنا انتم ان شاء الله تسوون احلى منا. والحين نعلقه في الكيس هنا. طبعا هذا من وجه الخروف، من الحين نلصقه هنا. طبعا ممكن تطبعون كلام او اي شيء تسوونه، وان شاء الله تسوون احلى منا يعني. طبعا هذا العادية الأول، الشكل الأول يمديكم تسوون أحلى منه وفكرة يعني جديدة يعني. طبعا الأدوات متوفر في كل بيت، غرة وقلم وأشياء كثيرة يعني. طبعا الحين العمل الثاني، ندخل العمل الثاني. أول شيء نحتاج عود سهل، مرة سهل، لا تكليف ولا شيء، علكة أو حلاوة، أي حلاوة بقر أي شيء. لا تنسى راس الخروف اللي راكب في الأضحية، لا تنسون. بسيطة مرة سهلة. ناخذ راس الخروف وهذا نغريه نحطه هنا، نعلق الخروف في هذا في العلكة أو الحلاوة. نحتاج البالونة وفراك مقصوصة ملونة، ممكن تتباع جاهزة، نضعها داخل البالونة مع الحلويات، وأهم شيء تكون صغيرة عشان نقدر ندخلها. وهذا الشكل النهائي الخروف اللطيف. وش رايكم في عمل الجميل؟ يعني كنا بنياته. ولا تنسون صيام عرفة، فلها أجر كبير يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. حتى نستمر في العطاء ادعمنا بالنشر والاشتراك والدعاء.